ياستروب مدرب النادي الاهلي في موقف صعب جدا لا يحسد عليه. ياستروب اول مواجهه واول اختبار حقيقي مع النادي الاهلي، فعلا اول اختبار حقيقي مع النادي الاهلي مع احترامي لكل الناس اللي لعب معاهم، ولكن مباراه قمه هي في حد ذاتها بطوله. مباراه قمه في نهائي بطوله، لعب امام الزمالك بمباراه ما فيهاش اي تكهنات او توقعات، 50-50. المباراه الافضل في الشرق الاوسط والوطن العربي وافريقيا بدون جدال. صلى على حبيبك النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بص يا حبيبنا، ياستروب في اختبار حقيقي. اصابه جردشار عامله له مشكله كبيره جدا. مضطر، ما عندوش حد غير طاهر محمد طاهر. جردشار مصاب، محمد شريف مصاب، ودي مشكله واضحه في النادي الاهلي، واكيد الراجل اتكلم فيها من وقت وصوله، ولكن هو دلوقتي امام امر واقع. انا بشوف ان ياستروب قدر يطبق قدام سيراميكا المباراه اللي فاتت الضغط العالي بشكل ممتاز في الشوط الاول، وقدر فعلا الضغط ده يكون ايجابي ويثمر رغم خروج الشوط الاول بالتعادل الايجابي. ولكن الراجل عنده مرونة تكتيكية داخل ارضية الملعب، انا واحد من الناس بشوفها مبهرة بشكل كبير. مدرب انا بشوفه رغم المشاكل الدفاعية اللي عنده اللي هي بدأت تتحسن بشكل كبير جدا، وحسنها بداية من الفرود، من الضغط العالي. تروب اشتغل ان الفرقه لما بتضغط من قدام وبتعمل ضغط عالي والضغط بيكون ايجابي وبنقدر نستخلص الكوره، المدافعين ما بيروح لهمش اختبارات كتير. لما قلت الاختبارات، قلت الاخطاء الدفاعيه بصرف النظر عن الخطا بتاع المباراه اللي فاتت بتاع ياسين مرعي، ولكن شكل الفرقه بيتغير مع الراجل عنده تكتيك، عنده طريقه، عنده شكل. الاهلي بدانا نشوف له شكل من فتره طويله جدا جدا جدا. تقول لي انت متفائل، اقول لك انا متفائل، بس دي مباراة الزمالك، مباراة قمة. ما تقوليش توقعاتك ايه، لان انا ما عنديش توقعات. المباراة دي بالنسبة لي 50-50 ايا كانت حالة الفرقتين. ايا كان فريق فيهم سيء او فريق فيهم عنده مشاكل، الفرقتين حاليا عندهم مشاكل. ولكن انا بشوف ان مباراة القمة ما فيهاش اي توقعات او تكهنات، ده طول عمري على فكرة. تروب انا بشوفه هيلعب بنفس الشكل وبنفس التشكيل بتاع المباراة اللي فاتت، باستثناء جريديشار مصاب، ما عندوش حل غير طاهر محمد طاهر. وهي دي الحاجة اللي عاملة ليستروب دوشة قبل مباراة القمة، هي الفرود اللي هيقدر يعتمد عليه. وهل بسبب الفرود وبسبب غياب جريديشار هيغير الطريقة، هيلعب الضغط العالي، ولا مش هيقدر ينفذه في عدم وجود جريديشار؟ هل طاهر هيقدر يقوم بالدور ده؟ انا ما اعتقدش انه يقدر يقوم بالدور ده. بس انا بشوف ان الراجل هيفضل ثابت على التشكيل بتاع المباراة اللي جاية، وبشوف ان النصر ان شاء الله اهلاوي. ما تنساش اللايك والشير والمتابعة.